أهلا بيكم. كلنا بنسمع عن الحرية المالية وبنحلم بيها، بس السؤال اللي دايما بيحير ناس كتير: أبدأ منين؟ الحقيقة إن الموضوع كله بيبدأ بخطوة واحدة بس، خطوة ممكن تبان بسيطة قوي بس هي بصراحة أساس كل حاجة. ممكن أي حد فينا يحققها في مستقبله المالي. طيب، يبقى إيه هي بقى أول خطوة فعلا على الطريق ده؟ بنسمع كلام كبير قوي عن الاستثمار وإزاي نعمل ثروة، بس صدقوني قبل كل الهيصة دي في خطوة واحدة، خطوة هي الأهم. ومش بنتكلم في كلام تنمية بشرية وخلاص، لا دي خطوة عملية جدا، أي حد فينا يقدر يبدأها حرفيا من النهاردة. والإجابة بصراحة أبسط بكتير من اللي ممكن نتوقعه، إن الواحد يبقى عارف كل قرش بيدخل جيبه وكل قرش بيخرج منه رايح فين وجاي منين. الموضوع ده مش مجرد أرقام بنجمعها وخلاص، لا، دي عاملة زي البوصلة بالظبط، هي اللي بتحدد مين بيبني مستقبله المالي صح على أرض ثابتة، ومين اللي ماشي يخبط في الدنيا ومش شايف قدامه. تمام قوي. يبقى اتفقنا إن دي أول خطوة، بس السؤال المهم بقى، ليه؟ يعني إيه اللي يخلي الخطوة دي بالذات مهمة للدرجة دي؟ ليه هي الأساس اللي لو مش موجود كل اللي هيتبني فوقه ممكن يقع؟ يلا بينا نعرف. وهنا بقى بيجي أحسن تشبيه يوصف الموقف ده. لما الواحد ما يبقاش عارف أرقامه المالية بيبقى عامل بالظبط زي اللي ماشي في أوضة ضلمة كحل، أي قرار بياخده بيبقى مجرد تخمين، ماشي بالبركة من غير أي رؤية واضحة خالص. ولما بنقول ماشي في الضلمة، إحنا مش بنهزر، إحنا بنتكلم عن أسئلة جوهرية ومصيرية. أسئلة زي: هو أنا بصرف كام كل شهر بالظبط؟ طب دخلي اللي بيدخل جيبي في الآخر كام؟ إيه البنود اللي ممكن أستغنى عنها أو أقللها؟ وفين الفرص اللي ممكن أزود بيها دخلي؟ من غير أرقام واضحة قدامنا كل الأسئلة دي إجاباتها بتبقى ضبابية، وقراراتنا كلها بتبقى مبنية على الصدفة مش أكتر. طيب كفاية كلام عن الضلمة والمشاكل، تعالوا بقى نتكلم في الحل. إزاي نقدر نولع النور ده ونشوف كل حاجة بوضوح؟ الموضوع بسيط وشوية خطوات عملية أي حد فينا يقدر ينفذها من بكرة الصبح على طول. بصوا، الحكاية كلها متلخصة في الثلاث خطوات بس. مش محتاجين أي برامج كمبيوتر معقدة ولا شهادات في الاقتصاد. كل اللي محتاجينه هو ورقة وقلم أو حتى النوتس على الموبايل، وهنبدأ نسجل كل حاجة لمدة شهر واحد بس، شهر واحد. وهنا بقى أهم نقطة في الموضوع كله، لازم نسجل كل حاجة، حرفياً كل حاجة، من أول الإيجار والفواتير اللي هي المصاريف الكبيرة لحد إزازة المية وكوباية القهوة. الحاجات الصغيرة دي اللي بنسميها الفكة هي دي اللي بتتجمع في آخر الشهر وتعمل رقم بنتفاجئ بيه، وهي دي بالذات اللي دايماً بتفلت مننا. وبعد ما الشهر يخلص بتيجي لحظة الحقيقة، اللحظة اللي هنحط فيها الرقمين قصاد بعض، إجمالي الدخل وإجمالي المصاريف، والنتيجة هتبقى حاجة من اتنين، مفيش تالت. كل النتيجة فيهم ليها طريق واضح نمشي فيه. لو لقينا الدخل أكبر من المصاريف يبقى برافو، ده وضع ممتاز ومعناه إننا جاهزين للخطوة اللي جاية. أما بقى لو لقينا المصاريف هي اللي أكبر، هنا بقى لازم ندوس فرامل. ده جرس إنذار بيقول لنا لازم نقف ونحل المشكلة دي الأول قبل ما نفكر في أي حاجة تانية خالص. تمام قوي، كده إحنا ولعنا النور وعرفنا إحنا واقفين فين بالظبط. طب وبعدين إيه الخطوة اللي جاية؟ إيه اللي ممكن نعمله بالمعلومات الواضحة اللي بقت في إيدينا دي؟ بصوا، بمجرد ما يكون في فائض، يعني دخل أكبر من المصاريف، حتى لو الفرق ده كان بسيط، من هنا بيبدأ الطريق الحقيقي للحرية المالية. هنا بقى بنبدأ نفكر في الخطوة اللي بعدها على طول، وهي إننا نبني مصدر دخل إضافي، مصدر يسرع الرحلة بتاعتنا. والنهاردة بصراحة الإنترنت مليان فرص ممكن تساعد أي حد يعمل كده. والخطوة دي نقدر نعتبرها المرحلة التانية، يعني مرحلة النمو. خلاص بعد ما حطينا الأساس الصح وفهمنا أرقامنا كويس، بنبدأ نستغل أي فايض عندنا عشان نبني مصادر دخل جديدة، مصادر تزود قوتنا المالية وتخلينا نتحرك أسرع. وأجمل حاجة في الموضوع ده كله إن بمجرد ما الأساس المالي ده يكون سليم وواضح، بنلاقي الأبواب دي كلها بدأت تتفتح لوحدها. السؤال وقتها مش بيبقى يا ترى أقدر أبدأ، لا، السؤال بيتحول ليه طب أختار أنهي طريق من دول؟ هل أركز على صناعة محتوى على يوتيوب، ولا أدخل في التجارة الإلكترونية، ولا يمكن أعمل منتجات رقمية؟ الخيارات بتبقى كتير، والسؤال ده بنسيبه مفتوح لأن إجابته الحقيقية بتبدأ من أول خطوة اتكلمنا عنها النهاردة، خطوة إنارة النور.